ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في واحدة بعتت لي مشكلة، يعني هي مشكلة ممكن تكون مش صعبة قوي. وهي قالت لي اسأل البنات فيها، يعني او عادي موافقة ان هي تنزلها على الصفحة. قالت لي ان هي متجوزة بقالها دلوقتي سنة. متجوزة ببيت عيلة، يعني حماتها قاعدة تحتها. طول السنة ديت هي عندها أخت زوج من سنها بالظبط، يعني فرق بينهم شهور أو كسنة تقريبا. بتقولي هي قدي بالظبط في السن ونفس طريقة لبسي ونفس كل حاجة. بتقولي في السنة ديت هي مستلماها. يعني ايه بقى مستلماها؟ يعني تقولي بتطلع عندي على طول تقعد. طبعا بناكل بنشرب نسكافيه مع بعض، بنشرب شاي مع بعض، مش عارفه ايه. بنتفرج على حاجه في التلفزيون مع بعض. كويسه كويسه معايا ومفيش اي مشكله بينا وتمام وبتسليني وكده. بتقولي مشكلتها بقى معاها في ايه؟ ان بتقولي مفيش مره اخش فيها اوضتي، اوضه العروسه يعني ديت، الا لما تروح اخت جوزها، البنوته دي تروح داخله معاها الاوضه. بتقولك هي ما بتخش الاوضه لوحدها، طول ما انا بره الاوضه هي ما بتخش الاوضه لوحدها، ولا بتطلع وانا مش موجوده ولا الكلام ده. بس كل مشكلتها في ايه؟ ان هي بتخش معاها الاوضه وهي بتروق بتعمل اي حاجه قبل جوزها ما يجي كده. تقولك تروح مثلا ماسكه قلم روج من على التسريحه، تقول لها الله القلم روج ده جميل قوي، لونه حلو قوي عليا وبتاع، وتروح مجرباه. تقولك الاول كنت بقول لها اتفضلي، فكانت بتقول لي شكرا وبتاع وميرسي ليكي، وتروح واخده الحاجه. بتقول عدتها مرة اتنين تلاتة، بقى القاعدة ما بقتش تطلع عندي البيت غير تنزل بحاجة أو بحاجتين من حاجتي. مرة قلم روج، مرة ازازة برفان، مرة طرحة، مرة لوشن للجسم او بادي سبلاش وكلها حاجات ماركات. تقولك انا كنت بجهز وبجيب حاجتي كلها ماركات، وعندي حاجات من جهازي لسه. طبعا ده هي اللي غير خدته اول الجواز اصلا. بتقولك انا اوريدي حاجتي بدأت تخلص وبدأت اجيب، وهي برضو بتاخد الحاجة بنفس الطريقة. كنت جايبه حاجات ماركات كتير جدا في جهازي، عامله حسابي ان هي هتقضيني فتره. وطبعا احنا عارفين ما دام الحاجه ما اتفتحتش صلاحيتها 3 سنين. بتقولك انا عامله حسابي على كده ان انا اجيب حاجات. كنت جايبه حاجات ماركات، وجايبه من فيكتوريا سيكريت، وجايبه من ماك، وجايبه من ماركات ومن فوريفر ومن ماركات كتير جدا. بتقولك كنت جايبه حاجات ماركات وماركات غاليه كمان جدا، ومن شجلام. بتقولك انا نص حاجتي تقريبا بقت عندها. اقلام الروج، الباليتات بتاعت الميك اب، الطرح بتاعتي. خدت شنطة ولا شنطتين من بتوعي، من يعني نقت احلى شنطة او شنطتين عندي. وبتاخدهم بالطريقة، يعني اللي هو ايه، تحرجها وتقول لها الله الشنطة دي جميلة جدا، هتبقى تحفة عليا، او انا خارجة مثلا والشنطة ديت هتليق جدا على الطقم. فتقول لها اتفضلي ما تغلاش عليكي، فتقول لها ده بجد والله، طب شكرا ليكي جدا ومش عارفه ايه. الله قلم روج ده حلو، الله ده مش عارفه البرفيوم ده جميل جدا، انا كنت بدور عليه. تقولك اقل ازازه برفيوم واخداها معديه ال1500 وال2000 جنيه، لان انا كنت بجيب الاصلي الاوريجينال، ما كنتش بجيب التقليد. اصبح انا ما عنديش اي حاجه. وطبعا بعد الجواز وكده والالتزامات اللي ورانا مش قادرين طبعا نجيب نفس المستوى. فحتى لما بجيب دلوقتي التقليد برضو بتاخد حاجات مني. هي خلاص ما بقتش تشتري لا ميك اب ولا ولا برفيوم ولا اي حاجه. هي ولا طرح ولا، هي ما خدتش غير شنطتين بس. تورك بس كل الحاجات الرفاهيه الصغيره ديت هي ما بقتش تشتريها اصلا. هي حاجتي كلها اتحولت على عندها، واصبحت لما بجيب اي حاجه ميك اب او سكين كير او كده بتاخد مني برضو. فخلاص تقولك الموضوع بقى سيء. بقت حتى دلوقتي تجرب الحاجه او تقولي الله الحاجه دي جميله، ما بقتش ما بقتش اقول لها اتفضلي او اي حاجه، لا بقيت اقلب وشي او كده. تقولك بقت هي رخرة بتقلب وشها وبتزعل وبتاع، ويبان عليها ان هي متضايقه، وتروح عايده الكلام تاني. بتقولك تفضل ورايا لحد اما اقول لها ايه،
اتفضلي، او من غير ما اقول لها اتفضلي تقولي الله الحاجه دي عجباني انا هاخدها. فتقولك ما بلاقيش ايه رد اقوله عليه، اقوله لها او اي حاجه، بلاقي نفسي بسكت. قلتلك الموضوع ده بقى خلاص قاعده. آه، بتقولك قلت لجوزي مره واتنين، قال لها معلش ابقي قولي لها اي حاجه، بقول لها انك محتاجاها، ابقي قولي لها لا، ابقي اقفلي باب اوضتك. بتقولك كل الحلول دي ما نفعتش. آه، هل اصدها واجيبها لها بطريقه مش كويسه، واقطع رجلها خالص انها تطلع عندي او تقعد معايا، ولا آه، اقعد معاها واكلمها بالراحه واقول لها كده ما بقاش ينفع، انا ما بقاش عندي حاجه؟ لان كل الحلول اللي هي بالذوق او بالمداري يعني ما نفعتش. هي كده عايزه حد يصارحها ويقول لها في وشها بقى، اللي هو انا اقطع السكه دي خالص. بس فهي قالت لي اسال اسئله البنات على الصفحه، هي بعتتها لي مكتوبه، فانا قلت ان هي تتقال لكم احسن يعني، عشان الكتابه مش ما كانتش موضحه القصه. شكرا لكم.